انتشرت خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن ارتباط الفنانة أسماء جلال عاطفيا برجل الأعمال الشهير أحمد أبو هشيمة، حيث أكد عدد من نشطاء السوشيال ميديا وجود علاقة عاطفية بين الطرفين ستكلل بالزواج، وهو لم يؤكد أي ينفي أي منهما. وشاعت أخبار ارتباط أسماء جلال بأحمد أبو هشيمة بالتزامن مع احتفالها بعيد ميلادها، حيث أثيرت من جديد أنباء ارتباطها بمطرب الراب ويجز بعد ما حرص الأخير على تقديم التهنئة لها بعيد ميلادها ليفتح من جديد باب الحديث عن ارتباطهما الذي انتشر قبل عامين، وحرص كل منهما على نفي كل ما قيل والتأكيد أن ما يجمعهما مجرد صداقة لا أكثر. والغريب في الأمر أن أنباء ارتباط أحمد أبو هشيمة بأسماء جلال جت بعد أيام انتشار خبر ارتباطه بفنانة خليجية بعد ظهورهما معا في حفل زفاف ريم سامي التي أقيم يوم الجمعة الماضي. كما طفت على السطح خلال الأيام القليلة الماضية تساؤلات حول حقيقة ارتباط رجل أعمال المصري أحمد أبو هشيمة بالمؤثرة الكويتية روان بن حسين، وظهرت المؤثرة الكويتية وهي تهمس في أذن أبو هشيمة بطريقة لفتت الأنظار، كما أنها أمسكت بيده خلال حفل زفاف الفنانة المصرية ريم سامي. روان بن حسين شاركت صورا ومقاطع فيديوهات جمعت بينها وبين رجل الأعمال المصري أبو هشيمة عبر حسابها الشخصي على سناب شات، وتكهن النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي بارتباط الثنائي بقصة حب، إلا أن حقيقة الأمر لا تتعدى أكثر من علاقة صداقة جمعتهما. ويعد أحمد أبو هشيمة عبد العزيز رجل أعمال مصري وهو رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت المصريين، كما تولى رئاسة شركات حديد المصريين عام 2018 حيث قام ببيع أسهمه. يذكر أنها قد شاركت الفنانة أسماء جلال في الموسم الرمضاني الماضي مسلسل أشغال شقة بالتعاون مع هشام ماجد، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا، كما تصدر الأعلى مشاهدة على منصة شاهد. تدور أحداث المسلسل حول أخصائي الطب الشرعي حمدي عبد الرحيم الذي يلعب دوره هشام ماجد وزوجته التي تنجب توأم بعد فترة من زواجهما، ويقرران أن يحضرا مدبرة منزل لهما لرعاية التوأم، ولكنهما سيعانيان بكثرة في رحلة بحثهما عن مدبرة منزل لرعاية طفلهما. وبكده تكون انتهت فقرتنا، لو عجبتك القناة ما تنساش تعملها لايك واشتراك وتفعيل زر الجرس.